لي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر نساءنا جميعا إنه على كل شيء قدير. بالنسبة لتقبيل الميت، تلقين الميت في القبر، روى الإمام الطبراني، ثبت في معجم الطبراني رواية عن في تلقين الميت في قبره، وهي رواية لا تصح، لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يلقن الميت في قبره، أن يجلس رجل عند شفير القبر أو حافة القبر وأن يقول له: يا فلان ابن آدم وحواء، اعلم بأنك مت، واعلم بأنه سيأتيك في هذه الساعة ملكان، إنهما منكر ونكير، يقول لك الأول ما يقولان لك من ربك ومن نبيك ما دينك، فإن قال لك إلى غير ذلك. هذا لم يثبت أبدا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث صحيح، وكلنا يعلم أنه بأبي وأمي وروحي طالما دفن كثيرا من أصحابه بنفسه، بل ومن زوجاته، بل ومن بناته رضوان الله عليهن جميعا وعلى أصحاب رسول الله، ومع ذلك لم يثبت أبدا في حديث صحيح أنه جلس بأبي وأمي وروح على شفير القبر ثم نادى على الميت ولقنه، وإنما ثبت كما في رواية البراء بن عازب في مسند أحمد أنه دفن رجلا من الأنصار وجلس على شفير القبر ثم قال: يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، ثم ذكر الحديث الطويل: إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة جاءته ملائكة بضلوج، إلى آخر الحديث الطويل. ثم قال فيه: وإن الكافر إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا جاءته ملائكة معهم ليف من الجنة فيجلسون إلى آخر هذا الحديث، حديث البراء بن عازب الطويل، وحديث صحيح في مسند الإمام أحمد وغيرها وغير المسند من مسانيد من دواوين السنة، لكن لم يثبت عنه أنه لقن الميت في قبره قط. وأرجو من إخواننا ومن أهلنا في قرانا وفي أن نتبع هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، فلو دفن الميت على هدي النبي عليه الصلاة والسلام ووقفنا عند القبر في صمت وفي سكينة وفي خشوع وظللنا ندعو الله للميت، كل مع نفسه، كل يدعو لنفسه ويدعو مع نفسه: اللهم اغفر له وارحمه، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم اغفر له وارحمه وثبته عند السؤال. إن وقفنا بمقدار ما يذبح الجزور ويوزع لحمه كما في وصية عمرو بن العاص في صحيح مسلم فلا بأس ولا حرج، هذا هو المتبع. وبعدين ده دفن يعني بين يدي رسول الله الكثير والكثير، ومع ذلك ما نقل إلينا ما نراه الآن. فأرجو من إخواننا وآبائنا ويعني الأفاضل أن يتبعوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وقد فعلت ذلك في قريتي دموه حين توفي الوالد رحمه الله تعالى، وأردت أن أبين للناس الهدي في صورة عملية. وكان عندنا بفضل الله من القراء، من مشاهير القراء أتوني للعزاء، مشاهير القراء ولا أريد أن أذكر الأسماء الآن. وكذلك كان عندنا من العلماء، وكانت الجنازة حافلة، أسأل الله أن يرحم والدي وجميع موتى المسلمين. ومع ذلك انتظر الناس أن أقيم صوانا كبيرا، لم أفعل مع قدرتي بإذن الله تبارك وتعالى على أن أفعل لوالدي أغلى وأجمل وأكمل شيء، لكن ما عملت الصوان، وإلا الناس هتقول لي خلاص ما دي حجة. فأنا أريد أن أعلم الناس باتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فانتظر الناس ماذا أصنع على القبر، المشايخ موجودين، العلماء موجودين، الشيخ أبو إسحاق الحويني والشيخ محمد يعقوب والشيخ مصطفى العدوي وكل إخواننا من أهل العلم موجودون. طب هنعمل إيه؟ الشيخ بقى يدعو نؤمن؟ أبدا. ذكرت إخواني، أرجو من إخواننا أن يقفوا عند القبر قليلا وأن ينتظروا معنا جزاهم الله خيرا، وأن يدعو كل واحد لنفسه: اللهم اغفر له وارحمه، اللهم ثبته عند السؤال. ودفن الوالد وظللنا وقوفا يعني مقدار ربع ساعة أو تلت ساعة تقريبا ندعو الله عز وجل، ثم انصرفنا في هدوء وسكينة وانتهى الموضوع. ولا حرج أن يعزيني بعد ذلك أي مسلم يريد أن يعزيني، سواء قبل ال3 أيام أو بعد ال3 أيام، لا أعلم دليلا بعد ال3 أيام يمنع. ولا حرج أن يقابلني في المسجد، في البيت، في الوظيفة، في الشغل، في أي مكان. هذا هو الأمر، والأمر بمنتهى اليسر والسلاسة والسهولة وبدون تعقيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين.